صباح الخير اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من صباح الرياضه. فتح الله صباح الفل. صباح الخير، صباح الامل، صباح التفاؤل، صباح النصر على كل مصر، صباح سعيد نتمنى ان شاء الله على مصرنا الحبيب. ايه يا وائل عندنا النهارده من قضايا نحب نناقشها قبل اي حاجه؟ انت قول لي بس مالك زعلان ليه كده على الصبح؟ يعني انت عارف هو ماشي اربيس فنحس انها تاني. لا ما تقلقش، بعد الفصل هيكون معاك اربيس، دي مفيش فيها مشكله خالص. لكن خلونا اللي عندنا بقى، او اعتقد المهم في الفتره دي بالتحديد منتخب مصر. كل الناس في الفتره اللي فاتت بعد الفوز على منتخب تشاد ب5 اهداف مقابل هدف واحد، المواقع، الاخبار، حتى برامج التوك شو المختلفه ركزوا على حاجات من وجهه نظري المتواضعه ليست لها قيمه في هذا الوقت بالتحديد. في حاجات اهم بكتير. بدأت الناس تختلف على منتخب تشاد، هو منتخب قوي ولا مش منتخب قوي؟ منتخب ضعيف ولا مش منتخب ضعيف؟ مركز شباب ولا ايه بالظبط؟ تصريحات الكابتن فتحي مبروك قال ولا ما قالش؟ تصريحات ساذجه ولا مش ساذجه؟ وبدأ الناس تتكلم على الموضوع ده. بالاضافه كده ان ايه، البعض بدأ يفتكر ويتذكر ويتكلم على مجموعه من الاحصائيات. الا فيما نظر، عشان بس ما نبقاش بنظلم يعني، ناس بدأت تتكلم على، وده يمكن قليل جدا ما سمعتوش كتير يعني، على فكرة ان المنتخب فاز على منتخب تشاد، ولكن كان فيه، وده المهم بقى، كان فيه بعض الاخطاء داخل ارض الملعب، الاخطاء الدفاعية. منتخب تشاد كان من الممكن، هو احرز هدف واحد، كان ممكن الهدف دول يبقوا 3 يبقوا 4، وكانت المباراة تبقى صعبة. انا لا يعنيني كل الكلام اللي بيتقال ده، انا يعنيني حاجة واحدة بس يا فتح الله. في الفترة اللي فاتت احنا عندنا هدف اتكلمنا عنه بعد ما تم تحديد المجموعه، مين المنتخبات اللي هنلعب معاهم. قلنا في نيجيريا، وقلنا تنزانيا، وقلنا تشاد. قلنا عندنا 4 مباريات المفروض ب 12 نقطه ان احنا نحصل عليها. تنزانيا عملت لنا هديه بانها تعادلت على ارضها مع نيجيريا، وده خسر نيجيريا نقطتين في السباق اللي هيبقى ما بيننا وما بينهم. المباراه اللي جايه ان شاء الله في مارس ما بيننا وبين منتخب نيجيريا، مباراه في اعتقادي هي ومباراه تنزانيا اللي هيلعبها منتخب مصر خارجا، هي اللي هتحدد مين اول المجموعه، ودي اللي هتخلينا نتاهل، مش المباريات الثانيه. تاني باكد على مباراه نيجيريا القادمه، ومباراه تنزانيا اعتقد هتبقى بعد مباراه ثانيه لمباراه نيجيريا. دول اهم حاجه. كان من الافضل في الفتره اللي فاتت ان الناس الخبراء اللي بتتكلم، خلاص احنا حققنا الهدف، فزنا على تشاد، وحققنا كمان بعدد كبير من الاهداف، جبنا 3 نقط واحنا عندنا 6 نقاط بنتصدر بيهم المجموعه، وهو ده المفيد. انا لا يعنيني بقى منتخب تشاد منتخب ضعيف ولا هو اقوى منتخب في العالم، لكن انا حققت الهدف، انا ماشي على نفس الطريق، هو ده المهم. ونركز على ان في اخطاء، الاخطاء دي لو احنا بنلاعب نيجيريا، غانا، سنغال، مالي، الجزائر، المغرب، تونس، اي منتخب من المنتخبات دي بالاخطاء الدفاعيه اللي كانت موجوده دي يطلق عليها اخطاء ساذجه الحقيقه، ممكن نشيل 3 4. اذا هو ده المهم. لو في خبراء بيتكلموا وبيقولوا رايهم، المفروض نركز على الجزئيه دي، نتعامل مع الموضوع بشكل واقعي او بشكل عملي، هو ده المفيد، هو ده اللي هنحتاجه في الفتره اللي جايه. احنا بندور على اول مجموعه علشان نتاهل، مفيش اي فرصه ثانيه، مفيش اي حسبه بيرما عايزين ندخل فيها، وبالتالي انا محتاج اسال سؤال. كان التركيز على ده اهم اعتقد. ما هو الهدف من الاعلام الرياضي ايه؟ او اي ناقد او اي صحيفه بتتكلم في الرياضه، خلينا نتكلم عن مستوى الرياضه، ما نتكلمش مثلا عن المستوى الفني ولا السياسي. النقد البناء وليس النقد اللي هو التشكيف وقدرات احد. نعم. ومبدئيا كمان انا شايف الحاله اللي انت بتتكلم فيها وائل جدليه قوي في ان مين بيسمعه؟ مين المنوط ليه اللي احنا عمالين نوجه له الكلام ده؟ دكتور كوبر فين؟ ده لسه هيوصل النهارده العصر. يعني التحليل لازم يكون بناء في الجانب الفني، انت شايف لكن ما تقللش من قيمه الخصم. احنا كلنا عارفين تصنيف تشاد كام، وهو احنا رايحين تصنيفه ايه، ما لهاش علاقه. حتى لو انت زي ما انت بتقول، طب ما الاهلي لعب قبل كده وادي دجله الجونه بفريق الناشئين اللي فيه وكسب 13. حد قال له انت كنت بتلعب مركز شباب؟ ما لهاش علاقه بيلعب مين، خصم مين. انت قلت الهدف وصلت له. ولكن احنا عندنا من الخبراء، خلينا نقول كلمه الخبراء، ولكن يعني هو في برضه ناس مش خبراء وبتتكلم. خلينا نقول النقد البناء، لو انت شايف ان تكتيك اللعب في شيء كان لا يتناسب مع امكانيات لاعبينا المصريين، واحنا عارفين لما بنغير خطه 4-4-2 بيبقى فيها بعض اللي مش عارف عدم التزامات في الجانب الدفاعي، فاحنا لازم يبقى في ليبر ورا بيغطي عليهم، لسه دي كلها. بس يعني يبقى في ايه، في حوار سمعك فيه المدير الفني، يبقى معاك المدير الفني اللي هو منوط معاك محمود فايز المترجم بتاعه اللي هو مدرب معاه برضه. لكن انا شايف ان احنا بنعمل حاله وطلعنا الحاله الاخرى. انت زي ما انت قلت برضه كابتن فتحي مبروك،
مع تشكيك ان هو ممكن يكون يقول حاجات زي كده، وان لم يكن هو قالها برضه لحق قالها امتى؟ بغض النظر ايه المفيد من ده؟ ما هو ده اللي انا بتكلم بس فيه. الافاده ان انت عايز توصل رساله، يعني ليه الافاده للمنتخب قبل ما يرجع بيردوا زعلانين ومستائين، دخلونا في سكه انت خدت 3 بونت مش ماشي بتاعتنا. اوكي، اقفل الصفحه دي بالزبط. يا جماعه خد بالك احنا بس يا جماعه اللي بنقوله احنا يعني بنظرتنا البسيطه يا جماعه وعدم فهمنا احنا بقى، انا بتكلم عن لسان حالنا، كنا عندنا بعض القلق من الجانب الدفاعي، وليس اللي هو يعني بنقول في بعض القلق من الجانب الدفاعي. اكيد الراجل هيتفرج على الماتش مره واثنين وثلاثه وتدارك هذه الاخطاء، وهو الماتشات الراجل ما كانش عنده فرصه، وانت عارف ان هو يجرب اللاعبين دي في اي مباراه وديه، وجه قال لك اصل الجدول بتاع الكاس، وقال لك اصل الالتزامات الافريقيه الاهلي والزمالك. انا شايف ان هو مشكور لحد هذا الوقت، مشكور ان هو عارف يعمل توليفه ويختار فعلا من النجوم. فاكر انت الحاله الجدليه في الاختيار بتاع النجومين الجاهزين الموجودين عشان بالزبط. يطلع بتشكيله معينه. بالزبط. فاحنا شايف يعني لحد ما ماشيه الامور، واكيد الراجل هتدرك. انا يعنيني في الفتره اللي جايه احنا عندنا مباراه في تصفيات كاس العالم هتبقى في نوفمبر، يا اما تشاد يا اما سيراليون، وانا اعتقد انها هتبقى سيراليون. اعتقد ان ده مهم قوي ان احنا نبدا نجهز ونشوف هنعمل ايه بالظبط كتعديلات، وده بقى اللي ممكن الناس تتكلم فيه. تمام. حتى ده يطمن الناس ويستفيد منه، حتى الجهاز الفني لو هيستفيد يبقى لو هيسمع وهيستفيد يبقى بيتكلم على اراء نقديه بشكل ايجابي، فيقوم يستفيد من ده مع اللعيبه اللي بيختارها، مع المجموعه اللي موجوده. حد تاني هيدخل المنتخب، لعيبه تاخد بالها من مستواها، هو ده المهم. وبعد كده يبقى عندنا المباراه القادمه مع نيجيريا في نيجيريا ان شاء الله. بس هو ده المهم. والمهم اللي انا ساند برضه، انا مش عارف ليه ما عندناش فكره المسانده، نقول مبروك 3 بونت ظهرنا بشكل كويس. الناس عندها وائل اذا ما كنتش اللي هو ايه دايما اللي مش عايز اقول ممنوع مرغوب، اللي انت لازم تنتقد عشان تسمع كده الناس عايزه تهاجم، لكن احنا نتمنى ان شاء الله ان احنا نساند المنتخب. انا كنت حريص الحقيقه ان انا بخلافي مع حاجات كتير قوي بتحصل فيه، سواء من اشراف، سواء استقباله السفير اياه اللي راح هناك مش عارف عمل ايه مع محمد صلاح، وكان استقبال الفاتحين ليه هناك. بغض النظر عن ده كله يعني انا يعني بلوم فيه رئيس البعثه الكابتن حسن فريد، لكن وما يقوليش بقى ده علاقه عربيه اخويه، لا احنا عارفين انتماء الدوله دي ايه واتجاهها تحت اتجاه نحو وطننا احنا ايه وبتعمل ايه، ولكن دي كلها امور في النهايه طلعنا من المشوار ده اللي هو احنا رحنا لحد تشاد ورجعنا ب3 بونت. شكرا ونقفل الصفحه، والراجل يتدرج اخطائه بما يتناسب مع امكانياته الموجوده. ايه اللي عندنا يا والدي؟ اول فقره حواريه هتكون موجوده معانا طبعا بعد فقره الاخبار. هيكون موجود معانا اللاعبه مهيره علي، لاعبه منتخب مصر لكره القدم النسائيه، وهي بتلعب في فريق الصحه والعبور. اللاعبه زينه محمد لاعبه وادي دجله ومنتخب مصر لكره القدم النسائيه هيكونوا موجودين معانا. المفروض ان في تصفيات لمنتخب مصر للكره النسائيه، تصفيات افريقيه، هنتكلم عن هذه التصفيات وبعض التفاصيل عن هذا المنتخب اللي بيختفي لفترات طويله جدا، وبعدين لما يبقى في تصفيات او يبقى في بطوله افريقيه نبدا نسمع عن الدوري بتاعهم شغال. الدوري بتاعهم شغال، وفي فرق طبعا يعني زي وادي دجله بتحافظ على القوام بتاعها. جدا انا بتفرج على ماتشاتهم بقت في حميه والله، اللي كنت بتفرج عليهم زمان اللي هو تحس ان هو فور فاني يعني للرفاهيه او للترفيه، لكن دلوقتي لا، الكره النسائيه عندنا في مصر بقى لها شكل وطابع. لا بس هو كره القدم النسائيه في العالم اتطورت بشكل كبير جدا، واحنا لابد ان احنا نواكب ده علشان ما نبقاش بعاد قوي زي ما حصل. يعني المفروض نتدارك القصه دي زي ما حصل في كره القدم، بقينا بعاد جدا عن المستويات الاوروبيه وبنحاول دلوقتي وما احناش عارفين. ده حقيقي ده حقيقي، واكيد ده طبعا هيواكب التطورات العلميه اللي بتخش في التدريب دلوقتي. احنا لحد دلوقتي بنتعامل بالتكتيك بتاع الثمانينات، اللي هو الكتاب بتاع مش عايز اقول هو مين، بس هو طبعا حد عالم من اعلام التدريب الرياضي هنا في مصر يعني، الدكتور مفتي. لسه لحد دلوقتي انا والله عجبتني قوي، حلو قوي التطورات العلميه دي. والله في تكتيك وفي اجهزه بديله، بدل ما اقعد في الملعب 5 ساعات واللاعب يطلع عينه في الجري وبتاع، في جهاز ممكن تقعد عليه نص ساعه يكبر العضله اللي انت عايز توصل لها في وقت قصير جدا ومجهود قليل جدا للاعب، ويخش سلام عليك يا فتح الله. العلم يا وائل بيتدخل في كل شيء. طيب الفقره الثانيه ايه رايك انت تقدمها عشان هو يعني تقول مين معانا؟ اشمعنى؟ عشان دكتور فتح الله الشورى. يعني احنا هنبقى في 2 فتح الله في الحلقه النهارده. دكتور فتح الله الشورى هو اداري نادي اهلي جده السعودي السابق وخبير الاكاديميات، وهو احد اللي انا على حد علمي احد تلامذه الدكتور مفتي ابراهيم خبير الكروي الكبير اللي ليه طرق تكتيك في التدريب الرياضي او تدريب كره القدم تحديدا. وانا اشهد له يعني على معرفه بدكتور فتح الله بالكفاءه والنشاط، ونتمنى له التوفيق. هيكون معانا ضيفنا النهارده هنكلمه في امور كتير قوي، خاصه فكر التدريب الخاص بالناشئين والاكاديميات، لان احنا عندنا منافسات العالم الخارجي يا وائل لحد سن 14 سنه ما بيدخلش
اي لاعب تحت هذا السن الى اي منافسات او اي نوع من انواع اللي يكون في حكم مقابل فريق قصاد فريق. ده ليه؟ عشان ما يخلقش حاله من التنافسيه بتدي احراج داخلي عند الطفل او اللي هو تحت دون سن 14 سنه، ما بيتخلوش يكمل مسيرته في السن الكبير، ان هو خلاص بيبقى زي ما بيقولوا كده شطب، يعني بندخله في حاله التنافسات وان هو يكون تحت ضغط عصبي، وكمان بنستهلك القوه العضليه بتاعته هو لسه بينشأها. فده كله بيخليه احنا نوصل عندنا هنا في مصر المشكله الكبيره انت عارفها، اللي احنا في سن ال 18 لحد الشباب بناخد البطولات الافريقيه كلها، ويمكن كمان لو تشارك عالميا بتاثر، لكن في بتطلع بقى على الفيرست تيم ما بتلاقيش. ليه؟ لان هو بادي بدري قوي، بادي قوي وتحت ضغط قوي، خلاص بيكون استنفذ كل الطاقه اللي عنده سواء نفسيه او عضليه. كل شيء محتاج لتخطيط. الفقره الحواريه الاخيره هنتكلم فيها او هنأكد فيها بقى على اللي قلته في البدايه، ليها علاقه بمنتخب مصر. هنتكلم عن كل ما له علاقه بالمنتخب المصري مع كابتن سيد عبد الرازق او كابتن سيد بازوكا نجم مصر والاسماعيلي السابق. وخبير الظل برضه يعني اهم طبعا هو خبير في كره القدم. وهنحاول ناخد الفقره او الموضوع في الاتجاه اللي كنا بنتكلم عنه. هيبقى فيه انتقاد بشكل ايجابي جدا، نعرف ايه السلبيات اللي كانت موجوده على الرغم من تحقيق الهدف 3 نقاط، وكمان في دلوقتي في الحصاله بتاعتنا 5 اهداف، وده مهم جدا. وهنركز على القيس ده بالاضافه ل3 بتوع تنزانيا. لكن المهم ان احنا نؤكد على ان كان في بعض السلبيات من خلال خبير بقى نعرف وجهه نظره فيها ايه، ونتكلم معاه فيها ان شاء الله تبقى مفيده في الفتره القادمه. دي الفقرات اللي موجوده. هروح لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله معنا الاخبار. ورجعنا لكم بقى في اول اخبارنا. يمكن كنا بنتكلم عن المنتخب. بعثه المنتخب ستصل القاهره اليوم عصرا بعد خماسيه تشاد. ده المانشيت الموجود معانا، وبيتكلم عن وصول البعثه بقياده الارجنتيني هيكتور كوبر للقاهره عصر اليوم بعد مواجهه تشاد اللي استطاع فيها المنتخب بالفوز ب5 اهداف مقابل هدف ضمن مباراه الجوله الثانيه لتصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه المقرر قيمتها بالجمهور. هل هنشوف وفود تستقبل المنتخب سواء من مشجعين او من مسؤول اتحاد الكره؟ اعتقد ان ده عادي، ده شيء طبيعي يعني. يعني شيء طبيعي ان يبقى طبيعي موجود هناك مشجعين ويشجعوا المنتخب وهو جاي، ويحيوا اللعيبه على اداء المشرف دوت، ويبقى نبتدي صفحه جديده بقى في التشجيع. يعني المشجع انا عايز الجمهور، والله ما فيش حد مش عايز جمهور. اللي يضحك يقول لك كوره زي الاكل من غير ملح، والله هو كده فعلا يعني. اي جمهور جديده بقى في التشجيع. يعني مش مبدا لنا من بعد الطوفان، لا مش ده. ده اللي رايح يستمتع ويشجع باخلاق واداب. ان مبدا لنا من بعد الطوفان، لا مش ده. ده اللي رايح طبعا. طيب هنتكلم عن الموضوع الجمهور ده باستفاضه، لان في خبر له علاقه بالمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. هنتكلم فيه عن موضوع الجمهور، بس خلينا نتكلم عن كوبر بيطلب حضور الجماهير مباريات الفراعنه بتصفيات المونديال. اتكلم على انه نفسه في كل مباريات المنتخب الوديه والرسميه، ولكن قال على الاقل اذا مش هينفع يبقى على الاقل في المباريات الرسميه، وهيكون اولهم طبعا المقابله في تصفيات كاس العالم روسيا 2018. هتكون مع احد منتخبين اللي هيفوز منهم، يعني تشاد او سيراليون. هتكون لسه ما تحددش ميعادها بالظبط، ولكن هي في الفتره من 5 حتى 17 نوفمبر، ده اللي مكتوب. يعني ما اعرفش هتبقى امتى بالظبط، اعتقد لسه لم يتم تحديدها. ده بالاضافه طبعا للمباريات الخاصه بالتصفيات الافريقيه. فده طلب مشروع اكيد طبعا، لان في نوع من التحفيز. هو طلب ده بالتحديد من الكابتن حسن فريد نائب رئيس الاتحاد ورئيس المشرف معاه على المنتخب. لو كنا قلنا ان لقب المشرف مش هيبقى موجود تاني بعد الازمه الاولانيه بتاعت. طيب دخلنا في ازمه جديده تاني، ازمه ملعب. وازمه ملعب برضو ما بين طرفين كانوا هما الاهلي والزمالك. زي ما كان في السابق قلنا جونه ولا مش جونه، لا الاهلي اعترض على الجونه، لا الزمالك موافق يلعب على اي ملعب. دخلنا في ازمه وبوادرها انا شايف انها كويسه، انها جت بدري شويه. يعني هي ازمه ولكن انها جت بدري شويه في ان هو ايه، تداركوا ان هو احتماليه ان يلاقي الاهلي والزمالك كلاهما في نهائي كاس مصر يا وائل، فمحتمل كبير جدا ان هم يقابلوا بعض. طبعا لسه الاهلي عنده مباراه نص النهائي مع بتروجيت، و يعني
انا مش عارف هنرجع تاني للمسؤولين. السيد الوزير هيتدخل عشان يرجع للسيد رئيس مجلس الوزراء عشان يشوف ملعب لاستضافه المباراه دي، فهيبقى خلاص لحد دلوقتي ان هو اتحددت يوم 21 معلش يا فتح الله، معلش يا فتح الله، هنأجل الخبر ده بس عشان احنا معانا اتصال تليفوني له علاقه بخبر هنقوله دلوقتي عشان بس الناس تهدى، لان إيه؟ مش هعرف اركز. طب قول. الزمالك بيقرر لسه التليفون ما جاش؟ لسه بيتكلموا في حاجه ثانيه انا ما اعرفش ايه هي. الزمالك يقرر استكمال صفقه ضم شيكابالا. احنا معانا اتصال تليفوني الاستاذ رحاب ابو رجيله عضو مجلس اداره نادي الزمالك. استاذ رحاب صباح الخير. الى القائمه الرئيسيه. يبدو ان الاتصال انقطع. حاسس ألو. انا كده. انا حاسس من غير فين ما الاتصال التليفوني يا جماعه؟ الاتصال انقطع. طيب ارجع تاني. عاملين لنا ازمه. فين الاتصال عندنا التليفوني؟ ازمه تليفونيه وهترجع تاني. ارجع لخبر اللي كان معايا تاني او المفروض كنا بنتكلم فيه الخاص بالملعب الخاص بلقاء نهائي كاس مصر اللي هو قلنا 21 سبتمبر، وحتى الان المخاطبه اللي جت من استاد برج العرب ان هو رفض استضافه المباراه. في معلومه كده لسه جايه لي في الاربيز دلوقتي، اعتقد ان المعلومه دي جديده واحتمال تبقى موجوده على احد او على المواقع قريبا يعني في خلال الساعات القادمه، ان المهندس خالد عبد العزيز اكد او صرح العهده بقى على وليد فرج، هو اللي قال لنا المعلومه دلوقتي، اكد او صرح ان هيكون مباراه الكاس داخل القاهره او نهائي الكاس يعني داخل محافظه القاهره. متشكرين على الافاده يا استاذ وليد، صباح الخير والحمد لله على السلامه. صباح الخير خبر اكيد طبعا، ونتمنى لو وجود حتى وجود بسيط للجماهير زي ما قلنا، فكره ان هم يكونوا اعضاء من الجمعيه العموميه لكل نادي. اعتقد وليد قال كده برضه، قال ان المباراه هتكون في القاهره والجمهور، صح يا وليد؟ طيب نتمنى ذلك يا جماعه، نحس ان احنا في كوره، يعني الكوره بره بنشوفها متعتها في اهات الجماهير يعني، ورد فعل اللاعب بيحسوا من الجمهور على اداء فريقه وادائه في الملعب يعني. كمل بقيه الاخبار برضه نخش على وزير، هي كلها جايه في الوزير. بالظبط. وزير الرياضه، الحكومه لم تتدخل في ازمه الشيخ. مش فاهم حاجه. وثلاث مباريات قد تقام بجماهير في 2015. طبعا هو الثلاث مباريات اللي بيتكلم عنهم منهم مباراه الكاس، مباراه الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي يعني. والاهلي والزمالك ممكن يتقابلوا في دور قبل النهائي او يتقابلوا في النهائي في كاس الكونفدراليه. وفي مباراه السوبر، بس مباراه السوبر قالوا لو هتتلعب هتلعب بره مصر، وده الكلام اللي كان بياكده الاتحاد المصري لكره القدم لاسباب تسويقيه. وفي معلومه بس تاكيدا للكلام ده، والموضوع ده على فكره هو مش قد والكلام ده، لا دي تصريحات من الاتحاد الافريقي ان المباريات ده يعني كان بياكد دايما على المباريات النهائيه فقط، ولكن الاتحاد الافريقي اكد على وجوب ان مباريات الدور قبل النهائي والمباراه النهائيه هتكون بجمهور، وبالتالي الاهلي والزمالك مبارياتهم سواء اتقابلوا او ما اتقابلوش، مبارياتهم لابد ان تكون بدايه من الدور قبل النهائي لابد ان تكون بجمهور. دي تعليمات الاتحاد الافريقي لكرة القدم. الاتصال رجع مرة تانية زي ما قلنا، هنتكلم عن القصة بتاعة شيكابالا والجلسة اللي حصلت بالامس، وبعد كده العفو بقى عن شيكابالا والرجوع في القرار، قصة تجميد العقد. هنعرف تفاصيل كتيرة جدا من الاستاذ رحاب ورجيله عضو مجلس ادارة النادي الزمالك. استاذ رحاب صباح الفل. الو. الو يا استاذ رحاب. طيب شوفوا لنا بس يا جماعه، يبدو ان في مشكله في الاتصال. المشكله دي في الاتصال وفي اتصال مع شيكابالا في التواصل مع شيكابالا. يعني المشكله بتاعت شيكابالا هي مشكلتها فيها ما بين قوسين اتصال، سواء اتصال احنا دلوقتي مع الاستاذ ابو رحاب ورجاله عشان نعرف ايه اللي حصل بالظبط، سواء يوم المؤتمر الصحفي مع مجلس الاداره، الحكايه تواصل على رايك. فانت المشكله عندك في الاتصال يا شيكا. انا مع احترامي ان هو طبعا نجم وقيمه وقامه، كلام الكبير وابن النادي واعطى وكلام لطيف قوي، وتم بالامس اجتماع يعني استثنائي عشان يشوف الموقف ده هياخدوا فيه القرار ايه. شيكا رصيده من خلينا نقول، مش عايز اقول مشكلات، ولكن رصيده من مواقف اللي هي تقلل من نجوميته كتيره ومتعدده، والاسباب يعني احنا للاسف ما بتيجي تسمعها ما بتبقاش مقنعه يعني اذا كانت هي الاسباب الحقيقيه كمان، واذا كانت هي الاسباب الحقيقيه. طيب انا يعني مجلس اداره نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت كان ليه مواقف قويه جدا، سواء تسويقيه سواء في التعاقدات، سواء العقد ده بقيمه كبيره جدا والزمالك بيتكفلها يعني في ظل ان هو
هيعير اللاعب، هو ما عندوش مكان ليه، مش هيستفيد بيه الموسم ده. هل تداركوا ان ممكن يبقى برضه شيكابالا، انا مع احترامي ليه ولشخصيته، يحصل موقف تاني ما اعرفش انا استفيد منه كنادي؟ هل نادي الزمالك تدارك ان ممكن يحط شرط جزائي على اللاعب في حال تنفيذ بنود العقد بالشكل الكامل؟ يمكن احنا قبل ما يتم عقده الراجل تخلى عن حضور المؤتمر الصحفي وقال اسبابه وخلاص وانتوا تقبلتوها، انا ماليش دعوه بالموضوع ده، مش هفتح موضوع تاني. ولكن انا بقول له مواقف من اللي بتستنقص من رصيده قدام جمهوره وبيبقى مش مؤثر في فرقته بسبب المواقف دي. هل محتمل نلاقي مجلس اداره نادي الزمالك عمل شرط جزائي على شيكابالا في حال ان هو لم ينفذ بنود العقد ده؟ ده اللي نتمنى ان يكون فيه ما بينه وبين اي لاعب وبين اي نادي. طيب ايه التليفون؟ الاستاذ رحاب ابو رجيله، صباح الخير. بيقول الو. استاذ رحاب. مشكلة اتصال صدقني. الو. الو. طيب انا بعتذر للساده المشاهدين يا جماعه، في مشكله في الاتصال خلاص، يعني شوفوا حل الاول للتليفون وبعد كده، لان ما ينفعش نوقف. يبدو ان الاستاذ رحاب بيسمعنا اكتر من انا حاسس ان انا سامع سمعنا. لا هو في مشكله في التواصل، وحصلت امبارح على فكره حتى في برنامج راوس الحين تدارك هذا الامر يعني. فنتمنى ان يكون في حفاظا لحقوق نادي الزمالك ويعني عشان حتى محبيه ومشجعيه ومجلس ادارته يبقى حاسس ان هم خدوا موقف في حال ان اللاعب ده ما اداش البنود دي، يبقى في شرط جزاء. اتمنى يكون ده حصل يعني. اتمنى ان اللاعب يلتزم بغض النظر عن الشروط الجزائيه. هو الالتزام بيجي من الصواب والعقاب يعني. وده هيبان على فكره من بدايته مع الاسماعيلي بقى مع احمد حسام، وانا اعتقد ان هم بينهم علاقه كويسه. هل احمد حسام ميدو هيقدر يحتويه ولا لا؟ شيكابالا هيلتزم ويرجع لمستواه المعهود ولا لا؟ شيكابالا مستواه ايه دلوقتي؟ ده مهم كمان لانه بقى له فتره طبعا بعيد عن عنده فرصه ثانيه الملاعب. ما عندوش فرصه ثانيه. خلاص بقى هو يتحمل كل واحد يتحمل مسؤوليه نفسه. السن بتاعك وفي نفس الوقت ما عندكش فرص ثانيه. هو يتحمل مسؤوليه نفسه. اتمنى يكون عنده المسؤوليه دي. هنروح للمهندس عادل القيعي. وظيفتي التصدي للاحتقان وابارك صفقات الاهلي الممتازه. كشف عادل القيعي المتحدث الاعلامي الجديد للنادي الاهلي اللي لسه حتى ما تولاش منصبه بصفه رسميه او بشكل رسمي حتى الان، اكد على انه وجوده علشان يتصدى للاحتقان، وهو ده اهم او احد اهم وظائفه الجديده في النادي الاحمر. واضاف مهندس صفقات الاهلي السابق ان الاهلي قام بموسم انتقالات جيد وابرم صفقات ممتازه. وانا حته من عندي كده هقولها لكم، صعب انه يبعد عن موضوع الصفقات ده، فما فيش مانع انه يدي هند برضه او ينقل خبراته للناس اللي موجوده في التسويق او المسؤولين عن التسويق للنادي الاهلي او صفقات النادي الاهلي، لان هو كان يعني احد اهم الخبراء في عالم التسويق داخل مصر، يمكن في الوطن العربي كمان. راجل كان سريع جدا ودقيق جدا، وشفنا صفقات كتيرة جدا حصلت للنادي الاهلي كانت بتحصل في لحظات، يعني مش حتى في دقائق بس، وده كان بيميز الحقيقه المهندس عادل القيعي. سباق الصفقات طبعا. طيب ده بدايه جديده لشهر عسل مع مجلس اداره الجديد مع عادل القيعي. هل هنشوف عادل القيعي تاني درع وسيف النادي الاهلي في قناه النادي الاهلي؟ يعني هل هيرجع بقى كمان ان هو يبقى في القناه برنامجه كان ملك وكتابه، وهنشوف بقى نوع من اللغه الجديده اللي ممكن تبقى في قناه الاهلي لتهدئه الوضع زي ما بقول كده، ان هو جاي التصدي للاحتقان ومبقاش في احتقان سواء ما بين مجلس الاداره واعضائه، سواء ما بين قطبي النادي الاهلي والزمالك. مهندس عادل القيعي بيتميز باتزان عالي جدا في كلماته وفي تصريحاته يا وائل، بتخلي اللي قدامك فعلا تقتنع بكلامه، وفي نوع من انواع الاريحه ان هو ولا بينتقد شخص بعينه وفي نفس الوقت بيدافع عن حقوق النادي بتاعه اللي هو بينتمي اليه، وده حق مشروع ليه جدا. نتمنى يكون ليه دور في المرحله القادمه لصد الاحتقان الموجود سواء ما بين. لا، في حاجه كمان، المهندس عادل القيعي بطبيعته يعني حتى لما كنا بنحاول نجري معاه بعض الحوارات او اللقاءات ايام ما كان مسؤول عن التسويق في النادي الاهلي، هو مقل جدا في تصريحاته، ولكنه لما بيصرح كان بيبقى دقيق جدا، وكان من الصعب انك تحصل على معلومه. يحس يعني هو ده طبعه يعني او ده، واعتقد ده حاله حال كان ناس كتير جدا موجودين في مجلس الاداره، سواء كان ايام الكابتن صالح سليم او الكابتن حسن حمدي، انك تحصل على تصريح كان بيبقى صعب جدا، وبالتالي ما كانش فيه معلومه بتظهر حتى في موضوع الصفقات مثلا زي ما بيحصل الفتره اللي فاتت دي، مفاجاه وصفقات وكلام ورايح وجاي، لكن ما كناش بنسمع عن الصفقه دي الا لما تلاقي لاعب موجود بيتصوروا معاه انه تم التعاقد معاه ويتم الاعلان عن الصفقه، وده كان اهم ما يتميز به المهندس مخابرات داخل النادي الاهلي. بالظبط.
وده على فكره انا في اعتقادي ميزه ليه، علشان ما يبقاش فيه مهاترات، وخصوصا ان هو بيقول انا وظيفتي الاساسيه هو التصدي للاحتقان. انا في اعتقادي التصدي للاحتقان هو ان التصريحات هتبقى طالعه في مكانها عقلانيه جدا تؤدي الى عدم الصدام بشكل مباشر ما بين مجلسي الاداره النادي الاهلي والنادي الزمالك، وده المهم الحقيقه. لا واتمنى ايه ان يكون في تصريحات. انت فعلا دلوقتي في فجوه في التصريحات، انت النادي الاهلي ما انتش عارف توصل للمعلومه الصح فين. يعني انا بعتذر عن حاجه انا افتكرتها دلوقتي عشان ما فيش حد بيطلع من النادي الاهلي ويتكلم. انا كان في خبر جالنا هنا في صباح الرياضه لو تتذكروا وائل، الخاص بال 250 مليون القرض اللي كان بيجي من البنك الاهلي، وفوجئنا بعلاقات شخصيه من كابتن احمد شوبير، مش هنكر ذلك ان هو باتصاله انه سمع الخبر وبرضه قلق منه، مع اتصاله ما رضاش يقول هو مين عضو مجلس الاداره، نفاله الوضع ده. طب يا جماعه ما تطلعوا تقولوا انتوا سامعين المواقع والكل. واللي جاب الخبر ده جابه منين؟ ايه؟ واللي جاب الخبر ده جابه منين؟ واللي جابه منين بالظبط؟ اطلع قول لي يا جماعه النادي الاهلي هو انت عشان تقول خبر زي ده واحنا نتذكر في الاعلام انه موجود وانت ما طلعتش نفيت، يعني احنا خلينا برضو انت دورك اللي انت تنفي لو في حاجه عليك مش مظبوطه. لما ما طلعتش نفيت انت الموضوع ده كويس جدا. انا افتكرت ان انا فعلا كنت انا اللي قايل الخبر ده، ولما عرفت ان هو مش صحيح اتضايقت جدا. طب انت يا نادي الاهلي انت ازاي ساكت ان انت دي سمعتك وفي نفس الوقت انت لا هو حتى لو في قرض هيتاخد هو مش عيب، بس هي الفكره فكره المعلومه صح ولا غلط؟ ما غلط. هي القصه في كده. انت مالكش وقت تساعد. وعشان كده كان في تصحيح، لان كان المتحدث مين؟ المهندس محمود طاهر، وده كان صعب. فتم التصحيح بان اللي هيبقى المتحدث الاعلامي هيبقى مين؟ المهندس عادل القيع. فهو كان يعني هو خطوه اتخذت اعتقد ان هم حسوا انها غير صحيحه فبداوا يعدلوا. تواصل مع الكابتن عادل القيع، فعلا المهندس عادل القيع نتمنى يكون في تواصل مع جميع القنوات لما يبقاش في فجوه في التصريحات والاخبار المغلوطه. خبر سريع كده هنقوله ايه، امبي يؤجل مطالبه ال 650,000 جنيه تحسبا لضم عبد الظاهر. ده المتبقي من قيمه مستحقات امبي لدى النادي الاهلي بقى في صفقه ضم عبد الظاهر. طبعا هو احتمال هم مستنيين بس يشوفوا عبد الظاهر هيفضل موجود مع النادي الاهلي ولا لا، محطوط في حساباته ولا لا، والا لو كان الاهلي مش حاطه في حساباته الفتره اللي جايه فهم محتاجين لخدماته، وبالتالي يبداوا يتناقشوا فاجلوا قصه الشيك، مش هيبعتوه لمجلس اداره النادي الاهلي. بس انت عارف بيقول لك ايه، يعني انت بتعرف النادي الاهلي اللي انت عندك احتياج ليه، فكده هيحط المهندس عادل القيع هيقول لهم حطوه في القايمه عشان لما يجي يتفاوض معايا يبقى انا اللاعب عندي محتاجه يعني. طيب بمناسبه انبي على فكره قبل ما انسى كمان، انبي طالب او مدي مهله اسبوع لاول جزء من مستحقات كهرباء بالنسبه لنادي الزمالك. طبعا اتمنى ان الموضوع ده ما يكونش فيه ازمه وتبقى المواعيد محدده والدنيا ماشيه بشكل سليم. مش هيبقى في ازمه، ولجنه الانديه كانت حتى اختياراتها كانت موفقه وما كانش في خلاف، ما كانش في حاجه. ده اللي طلعناه من اصداء الاجتماع الخاص بلجنه الانديه. كل التوفيق للموسم الجديد ان شاء الله مع الانديه كلها. طيب نروح سريعا وده اخر خبر سريعا جدا لان لازم نطلع. استقبال بعثه السلاح بالطبل والمزمار في مطار القاهره. وصلت بعثه سلاح الشيش اللي كانت مشاركه في دوره الالعاب الافريقيه في الكونغو بعد حصولهم على 21 ميداليه، وده متنوعه ما بين ذهب وفضه وبرونز. كل التوفيق. وطيب اخر خبر بقى هو الاهلي في مواجهه الافريقي التونسي في اليد في مونديال اليد. ده هيكون النهارده فريق الاهلي بيلاقي نظيره الافريقي التونسي في اطار مباريات تحديدا المركزي الخامس الى من الخامس للثامن. تمام. طيب هنروح لتقرير، والتقرير هيكون مع الكابتن عزمي مجاهد لمدير الاعلام بالاتحاد المصري لكره القدم. هيتكلم عن المنتخب المصري وبالتاكيد عن وصول البعثه، وبعد كده هنبدا اول فقره حواريه معانا زي ما قلنا. معانا اللاعبه مهيره علي لاعبه منتخب مصر لكره القدم النسائيه، واللاعبه زينه محمد ايضا لاعبه المنتخب. استنونا بعد التقرير. هو طبعا انا بهني الجهاز الفني، بهني اللعيبه، بهني مجلس الاداره. منتخب واعد في مجموعه من اللعيبه المميزين ان شاء الله هيرجعوا ذكريات 2006 و8 و10. طبعا فوز كبير 5-1. وعلى فكره احنا دي يعني هتبص تلاقي ناس يقول لك اشمعنى ما كسبوش 10 ليه؟ ده فرقه تعبانه، ده منتخب هي دي عادتنا. لو انت كسبت بعدد قليل من الاهداف كان يقول لك الله طب ما كسبوا ليه 2 3 ما كانوش يكسبوا 5 ليه؟ هي دي عاده. وبعدين بدل ما الناس بتقف وتساند منتخبها لا يقطعوا فيه. ما هي دي زي ما تقول يعني البلاعات اللي اتفتحت بعد يناير 25 يناير يعني. لكن انا بقول برضو ان المنتخب ادى مباراة جميلة، ادى فيها اداء محترم، منتخب يعني على مستوى محترم جدا، في مجموعة من اللاعبين المميزين جدا جدا. وانا قلت قبل المباريات ما تبدأ ان في جهاز فني محترم
مستر كوبر عنده طموح كبير جدا. ان شاء الله هتوصل افريقيا بدون هزيمه، ودي زي ما قال مستر كوبر ان دي اعداد للتصفيات، وانا بؤكد لك ان شاء الله مصر هتتأهل لكأس العالم بإذن الله. الدوري في مواعيده، اذا تعارض المباريات مع يوم الاقتراع في البرلمان هيأجل الماتش 72 ساعة، مفيش مشاكل خالص. ان شاء الله الدوري منتظم ومنضبط ومفيش مشكلة. اجتمعت لجنة الأندية امبارح واختاروا مرتضى منصور رئيس للجنة الأندية، وربنا يوفق.